استكمالا لسلسلة سيارات دايو، هنتكلم عن عربية عملت ضجة كبيرة في وقت نزولها وكانت دايو سبيرو، وده بسبب نجاح الموديلات السابقة وانتشارها من شركة دايو واللي حققت انتشار كبير في السوق العالمي والآسيوي بالأخص. وابتدى إنتاجها من سنة 1992 وآخر إصدار ليها كان سنة 1999 واستمر ل 2008. دايو سبيرو او دايو برنس زي ما احنا كمصريين بنقول عليها، كانت بتستهدف الفئه الاقتصاديه اللي اتميزت بادائها الجيد مع تصميمها الجذاب مع اداء قوي الموتور، واللي تقدر تقول ان كان في تحدي لشركه دايو في تصنيع الموتور ده بالاخص، لان في الوقت ده كانت انفصلت عن جنرال موتورز وانتجت موتور قوي واعتمادي بيستجيب بسرعه لدواسه البنزين وممتاز في السحب، واللي كان بينزل بقوه 1500 سي سي 80 هورس باور و1800 سي سي بقوه 105 هورس باور. وللعلم في مشكله بتحصل مع العربيه وفي ناس كتير بتفتكر ده من اداء الموتور او الكهرباء، وهو اهتزاز العربيه عند الدواره، او لما تسيبها دايره وما بتتحركش بيستمر الاهتزاز ده معاها بشكل مزعج. لكن الحوار ده كله ان المشكله بتكون في الديسك، واللي تعتبر موجوده في عربيات كتير مش دي بس، فعشان كده ما يعتبرش عيب من عيوب العربيه واللي هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل. اما بالنسبه للموتور فهو اعتمادي جدا، وبالنسبه للفتيس فالعربيه بتنزل بفتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات، وبرضه اجزائه الميكانيكيه معمره جدا وتقدر تعتمد عليها وملهاش اعطال كتير. دايو سبيرو او دايو برنس نزل بمواصفات معينه وممكن تكون سببت مشكله على المدى البعيد مع استخدام العربيه، وده لعدم تناسق وزنها مع ابعادها ونظام التعليق. فكانت بتنزل بارتفاع متر 39 لمتر 47، وطول من 4 متر 27 ل 4 متر 45، وعرض من متر 66 لمتر 70، ووزن من 1100 كيلو ل 1300 كيلو. والمواصفات دي كانت بتبقى على حسب الموديل مع معدل استهلاك من 6 ل 9 لتر لكل 100 كيلو. وزي ما قلت لك نتيجه للمواصفات دي فنركز بقى على العيوب اللي ظهرت. واول عيب واهم نقطه في المواصفات دي وهو وزنها، واللي من رايي سبب مشكله للعربيه على المدى البعيد، وده لانه ما كانش متناسق مع ابعادها بشكل كبير، واللي سبب مشكله للعربيه مع السرعات العاليه على الطرق السريعه، ده في حاله اهمال اعطال العفشه. تاني عيب فدايو برنس فيها مشكله في نظام التعليق اللي هو العفشه، واللي تعتبر ضعيفه ومش متينه، وده نتيجه لوزنها العالي اللي مش مناسب مع ابعادها ولا الخامات المصنوعه منها. فعشان كده هتحتاج متابعه وصيانه من وقت للتاني، او انك تستبدل عفشتها من الاساس باجزاء من عربيات تانية. تالت عيب الفرامل، فهتلاقي نفسك محتاج تغير اسطوانات الفرامل واجزائها في فتره قليله، وده على حسب استخدامك. رابع عيب وده في سير الكتينه وتفرة الكهرباء، فبالنسبه لسير الكتينه ممكن تقطع منك ومش اعتماديه بشكل كبير، والاحسن تتابع عليها مع الصيانه الدوريه للعربيه، وعامه المفروض يتغير كل 40,000 كيلو تقريبا. اما بالنسبه للضفيره ففي حاله ان فيها مشكله فمش اي صنايعي يقدر يشتغل عليها. خامس عيب ثباتها واتزانها على الطريق، فما انصحكش باي شكل انك تزود سرعه العربيه عن 100، وده في حاله ضعف العفشه باي شكل، وده لانك هتقابل مشكله كبيره في الاتزان والثبات مع السرعات العاليه. اما اخر عيب اعاده بيعها، وده برغم انتشارها وشعبيتها بشكل اكبر من عربيات الدايو اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الا ان اعاده بيعها للاسف سيئه، وده بسبب المشاكل اللي ذكرناها. للعلم العيوب دي مش موجودة في كل الموديلات، عشان كده الأحسن لو هتجيب آخر إصدارات منها واستبعد موديلات بداية التسعينات. ده كده بالنسبة لعيوبها، لكن العربية مش عيوب بس، وليها مميزات خلت ناس كتير تشتريها وتبقى ليها شعبية في بلاد تانية. أول ميزة تصميمها وشكلها، واللي كانوا سبب في إنها تبقى دايو برنس وناس كتير تنجذب ليها. تاني ميزة اتزانها وثباتها على الطريق، ولو رجعت للعيوب هتلاقيني بقولك إن ده عيب، لكن في حالة واحدة بس، وهو إن العفشة فيها مشكلة. لكن بشكل عام في حالة ان مفيش اي مشاكل في العفشة هتلاقي اداء ممتاز وثبات كبير على الطرق السريعة. تالت ميزة الاقتصادية، فالعربية موفرة جدا للبنزين باستهلاك 8 لتر لكل 100 كيلو. رابع ميزة سعرها، واللي يعتبر قليل جدا بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة. خامس ميزة قطع غيارها، لكن ده يعتبر ميزة وعيب. عيب لانها مش متوفرة بشكل كبير في كل المحافظات، وميزة انها بتقبل قطع غيار بديلة. سادس ميزة صيانتها، وده لان اجزاء الميكانيكية سهلة وتقدر تصلحها في اماكن كتير. سابع واخر ميزه التجهيزات والامكانيات، فالعربيه بتنزل باغلب موديلاتها بتجهيزات عاليه زي ازاز كهرباء وسنتر لوك وغيرهم من التجهيزات اللي بتدي نوع من الرفاهيه. خلصت الفيديو ده، تشتري دايو برنس او دايو سبيرو ولا لا؟ اشتريها في حاله انك هتقدر تتعامل بشكل سريع مع عيوبها، وده لان عيب بيجيب عيب،
ومشاكلها ممكن تزيد في حالة إهمالك ليها. والدليل على ده إن العربية منتشرة بشكل كبير جدا وليها شعبية في بعض الدول في السوق الآسيوي، واللي بيقتنيها أكيد عارف يتعامل معاها ومع عيوبها بشكل ممتاز. ويرجح زي ما قلت لك تشتري أواخر إصدارات ليها، وده في آخر التسعينات، لأنها نزلت بنسخ معدلة لبعض العيوب مع تجهيزات أعلى. أما بقى لو جايب عربية تريح دماغك من صيانتها ومش مستعد تتعامل مع عيوبها أول ما تظهر، يبقى بره عنك العربية دي واستبعدها تماما من حساباتك عشان مصاريفها ما تزيدش عليك. كده خلصنا فيديو دايو سبيرو. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.